عليكم ورحمة الله وبركاته. منتخبنا الحماد، كيف حالكم؟ إن شاء الله كويسين. أمسيتوا كيف يا إخواننا؟ تمام والله، الله يبارك فيكم يا إخواننا. المجال مفتوح. أبو أزوم، محمد أبو أزوم سلموا السلطة حقة النيجر، رئيس عربي في النيجر، والمجال مفتوح لشباب العرب من تشاد إلى النيجر. ده مجال مفتوح لهم يدخلوا في العسكرية، في الشرطة، في البرقات، في أي المجالات. المجال دي فرصة يا أخواننا، ما تفوتكم الشباب. هسه حاليا من الناس في المناجم وين حاليا العالم واحد سجل الداير هو كمية من العرب عشان يمسكوا الممكنات. المجال مفتوح يا اخواننا الشباب. هذه فرصة العرب. خلي الناس تمشي تتدرب، والناس تمشي تقري اسمه يتعلموا العسكرية ويتعلموا التنظيم، كل شيء. الله يبارك فيكم. المجال مفتوح لكم يا شباب. هذه هي الفرصة توا. الفرصة في السودان والفرصة في النيجر. الناس يقعدوا يعيطوا ساكت ويعيروا ويسووا. الفرص توا متاحة لهم. خلي الناس تمشي تتدرب تنصنع. الله يبارك فيكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأخوة الأكارم، شن حالكم؟ الحمد لله بخير. مفترض من شبابنا كل بالذات اللي قاعدين في ليبيا واللي قاعدين هنا ذاته ما حصلوا فرص معناته يكونوا مش النيجر. ده هو الشيء الأمثل والمناسب. بشجع كل الشباب. هذه فرصة واغتنموها، بالذات شبابنا اللي في ليبيا. تسلم. الأمور كانت سريا أفضل من يعني تكون أعلنا بهذه الصورة. كان أعلنت ما كويس، يعني قانونيا ذاتها ما بيسمحوا لك أنت من دولة تانية وتجي الجنة في الدولة دي. حتى الآن السودان وجات النيجر كل الليلة نشوفون بعض فعلا، الأسرة هنا وهناك وهناك موجودة، لكن لو جاي أعلنا جايب الجنة في السودان. القانون ما بيسمح لي، والله ماشي علنا بالجنة فوق النيجر. حل القانون النيجر بيسمح للأجانب يجوا الجنة هنا وياخذوا جنسيات؟ ما في كلام زي ده. فالأمور خلوها تكون سريا عشان الناس تستفيد منها خطوة خطوة خطوة، زي حقة السودان دي ما كان زمان سريا يعني حتى الناس تمكنت منها. فالأمور لا تتحدثوا بها يعني زي ده. خلاص هي تكون بهذه الصورة. ممكن الرسالة تتوجه للأهل القاعدين مقيمين هناك، ممكن دي صورة جميلة. حتى لو علنا كل عربنا اللي قادم ممتلكين الجنسية ممكن، ونحن الباقيين ممكن نجوا وراهم، يعني بسرية نجوا وراهم ممكن الجنة. أخوانا أبناء المحاميد، كيف حالكم؟ بارك الله فيكم. بالنسبة للرسائل الصفر اللي جات وتتحدث عن التجنيد في النيجر، فإخواني بالنسبة أنا ما بفهم شيء من طريق السياسة، ولكن الآن ما بهذه الصورة رسائل بهذه الكيفية تسرب وتنشر في النيجر بهذه الصورة، وخاصة العنصر العربي. فأنا شايفها يعني ما وجيها صراحة. حتى لو في قانون النيجر ذاته ما بيسمحوا لك أنت من دولة تانية وتجي الجنة هنا عادي كده. فالأمور تداير لها شوية كده. أنا بقول كتمان سر، فتحفظوا. الآن أنا بالنسبة للرسالة أخينا بشارة دي يعني لقيتها حتى في بعض من الجروبات الأخرى كلها. فتحفظوا يعني بأن هذه الصورة لو نشرت وكل الناس فهموا بها والجهات الثانية فتشكل خطورة، ربما يوقفوا في الطريق، يعني يقولوا لك دول جادين ومرتزقة وهكذا، وحتى المجال ذاته بالسكر. السلام عليكم من الأسرة الكريمة، كيف حالكم؟ ملتقى المحاميد، كيف حالكم؟ تمام يا أخي أحمد، والله كلامك عين العقل، وفعلا زي ما قلت هي تكون سرية أحسن. يعني نحن اليوم نقول الديه تندى قلبي. لو أنت بتشوف في أخيك حاجة طبعا ما بترضاها، ولكن ما بتجي بتخش مباشر كده. تو اليوم أنا كان فازع من جات مثلا، فازع السودان مثلا، فازع مثلا أهالينا، ما بجي عينك تاجر كده علنا كده مثلا عشان يقولوا ده المرتزقة جو من جات. زي ما المرة اللي فاتت قال لما المشكلة بتاع الجنين المرة اللي فاتت، ما هذا لما ضرب، لما أمر للجيش قال يضربوا العرب، ولما قالوا لي ليش ضربتم قال أنا دل جنجويد من السودان من جاد.
ده المسألة قال ده الجنجويد جو من تشاد، وانا قلت لهم اضربوه، وفعلا الكلام طلع كذب. لكن العملية لما تبقى سرية زي ما قلت افضل، لحد ما شنو تتمكن. هسه اليوم تقول لك الدعم السريع، من الدعم السريع هذا اليوم 3/4 من الغرب، لكن شنو داخليا سريا. لحد بتمشي يدور لك اوراق وتشتغل. ايوه، ونحن كلنا كبعض، وان شاء الله ربنا يزيدنا ورب يحفظنا ويزيد الامه العربيه ان شاء الله. تسلم والله يا غالي. طبعا محمد، كيف حالكم؟ تمام الحمد لله عافية، الله يبارك فيك، والحمد لله بخير. شنو حالكم؟ انتم طيبين؟ الحمد لله عافية. المرحوم هذا قال الله يرحمه ويغفر له بالجنة. الله يسلمك، الله يبارك فيك. وهو الأستاذ الشيخ هذا توفى وين؟ الحادث وين؟ في أي تركينا في الشرق، في شرق ليبيا وين يعني؟ أنا لقيت لكن ما عرفت إنه هو توفى وين، يعني الحادثة كانت وين وكذا. رب يغفر له بالجنة، رب يغفر له ويرحمه. وبالنسبة للجنينة والله ما زال اليوم الحرب شغال، ما زال، لأنه تليفونات الجماعة كل اللي حاولناهم غادي الشبكة مقطوعة منهم. لكن الحرب شغال. امبارح في الليل شغال لعند الساعة 7-8 شغال، واليوم ده تو الشبكة مقطوعة، ما عرفنا الحاصل شنو، وقف ما وقف. لكن الحرب شغال. الله يسلمك، ورب ينصر العرب، رب ينصرهم إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ تمام. كيف الحال أخينا أحمد آدم؟ تمام والله يبارك الله فيك. الناس اليوم أي إنسان عنده ناس قاعدين هناك في المناجم دايرين يسترزقوا هناك، وفي ناس كثير قاعد يصعب نتصل بهم غادي. الناس من ليبيا قاعدين كمية في النيجر، من السودان، من الشمالية قاعدين غادي هسه حاليا في النيجر في الذهب، ومن تشاد ومن كاميرون، من جميع الجهات والله الناس دي موجودة هناك، من موريتانيا. التسجيل ده في بعض من الجماعة يوم اتصلوا بينا قالوا في شباب كده سجلوهم، لكن خليه يتأكدوا 100% لو في مجال للتسجيل ده خليه يسجلوا يا أخي. الإنسان العسكري ده إذا ذاك الراجل بتصنعك بتقومك، لأن هي مكان التقويم. خلي الإنسان كان قبيله عوج كله بيصير مستقيم، بيصنعوك بيعملوك راجل 100%، زي الجمل القبيله قاعد خويل وذهابه تاني مربطوه ومش عديل. الله يبارك فيك اخي، تسلم، شكرا لك. جزاك الله خير، جزاك الله خير يا أخي العزيز، بارك الله فيك، الله يسلمك. كما اثنين الثمانين. الله يسلمك يعطيك العافية. والله زي ما قلت العالم هذه بودونا وين؟ والله يعيطوا 99 مرة، يعيطوا والله ما يعيطوا. نحن اليوم كان عندك قريب، كان العرب متضايقين في تشاد، الف السودان بيفزعون، وكان العرب متضايقين في السودان، الف تشاد بيفزعون. يشاءوا عن أبو هذه يعني حاجة غريزة قديمة مش اليوم ولا أمس. مما ولدونا لقينا الفاتح بتجي من السودان، الفاتح بتجي من تشاد، دي حاجة طبيعية. ما يقدروا، وإن شاء الله رب ينصرنا وينصر الأمة العربية وين ما كانت. الله يسلم، يعطي كل قول الدين تندهل بالكل عربي، رب يحفظه وينصر على عدو ما دام هم ما غلطانين. إذا كانت إذا مثلا إنسان بنفس الصورة اللي تبتحكي عنها هذه، أكيد طبعا بكون في منسقية خاصة بالنسبة للناس دي، أكيد بكون في مندوب يعني خاص بهذه شنو الشباب أو بهذا الشعب اللي هم قادمين بيسجلوا بإذن الله. أكيد يعني واضعين لهم شنو يعني معدية على أساس إنه هم اللي يجي يستقبلوه في مكان ويسجلوه. كان ما هذا ما أظن كان يطلعوا هذه الرسائل تقريبا. وإن شاء الله لا بد من البرنامج اللي كيف هذا بإذن الله على التطيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والتقونا المحاميد، كيف حالكم؟ صحتكم كيف؟ إن شاء الله كويسين؟ لا تمام، بارك الله فيكم. والله يا إخواننا العرب دي اتداركت كده، المداركة دي ما حلت لها مشكلة والله. بعد ده اللي يقعدوا كده بس قنقر زي ما بقولوا طيس عز. أيوة، المداركة دي داركوا كده، يسووا كده الرسائل ده ما خل يسوي شنو يعني؟ يسوي للناس شنو؟ الدول دي أودينا الناس بالأموم بحرقوهم جهارا نهارا في آسيا دي، في الصين، في بقتلوا
المسلمين جهارا نهارا. وين حقوق الانسان؟ وين ما سووا لهم شيء. نحن كفانا من المدارجه يا اخوان. الانسان الزمن اللي علينا ده والله لو بقيت تتدارك مكان تتدارك فوق كل ما تلقى. الناس دي لسه الفعل اللي بيفعلوا ده امس في الجنينه ده فعل. الناس دي يا اخي كم مره الناس صبروا لهم وصبروا لهم وصبروا لهم، باروهم جما نفع، باروهم جما نفع. هسه هذا الباصور برك في الغارب تاني ده ما في حل. الباصور برك في الغارب.